الدعم في وسط الميدان لملك ايفونا. ملك ايفونا يسدد هدف، ومن سجل سعيد فتاح. سعيد فتاح يسجل هدف بطريقة جميلة، انقضاض قد على الكرة. سعيد فتاح كان تمويه جيد من ايفونا اللي قام بالاختراق. قلت بانه الوداد عنده خيار واحد هو الاختراق على مستوى وسط مربع العمليات. كانت تمريره ممتازه. نشاهد ملك ايفونا كانت تمريره ممتازه، وسعيد فتاح التايمين كان مضبوط جدا من سعيد فتاح، وكأنه بقلب هجوم يسجل. إذا سعيد فتاح ابن مدرسة رجاء البيضاوي يسجل الهدف بطريقة جميلة، وهدف يمكن أن أقول بأنه هدف مهم بالنسبة لفريق الوداد. إذا الكرة الآن لصالح فريق الوداد البيضاوي. سعيد فتاح هي كرة فابريس. وكأن بفابريس أونداما يوجه لي رسالة بأنه قادم. قلت بأنه فابريس أونداما كان يشكل أحد الظواهر الجميلة بالنسبة للاعبين الأفارقة القادرين على إعطاء إضافة في الدوري المغربي. فابريس أونداما يمتلك مواهب قوية. قلت لم يكن موفقا في الاحتراف في السعودية، ولكن كانت العديد من الأندية التونسية إن لم تخن الذاكرة كان كذلك فريق الصفاقسي التونسي دخل بمفاوضات جادة لجلبه. فابريس أونداما يمكن أن نقول تسديدة لا تصد ولا ترد بطريقة اللاعبين الكبار وعناق حار. يمكن أقول لي نتمنى أن يكون عرس كروي بكل ما تحمل كلمة معنى. أونداما يسجل الهدف الثالث. فابريس أونداما يمنح الهدف الثالث وينزع التألق من سعيد فتاح، وبالتالي يسجل الهدف الثاني. فابريس أونداما كانت لديه احتباس. قلت بأنه مر من مرحلة فراغ. ميلاد جديد لفابريس أونداما سيعطي إضافة المرجوة للخط الأمامي للوداد البيضاوي. نتابع يرفع الكرة بطريقة جيدة. الحارس هشام علوش كان متقدم، وبالتالي لم يجد بد في حراسة هذه الكرة. وفابريس أونداما الهدف الثالث. إذا سنتابع الآن تسديدة قوية والهدف. تسديدة قوية وهدف لفريق أولمبيك خريبكا. وصمت هنا بمركب محمد الخامس. تسديدة. إذا نتابع فريد الطلحوي ابن الوداد يسدد، ترتطم بأحد اللاعبين وتغالط الحارس نادر المياغري. إذا 3 أهداف لواحد.